بيقولوا عزيزي المستمع إن الزمن عامل زي بحر كلنا بنعوم فيه، بيسحبنا معاه وإحنا مش حاسين. ساعات بيخلد أسماء، وساعات بيمسح أسماء تانية من الذاكرة كأنها عمرها ما كانت موجودة. بس في ناس نادرة قوي، ناس عندها سر غريب بيخليهم يقفوا في وش التيار ده. مش بس يقفوا، دول بيخلوا الزمن نفسه هو اللي يضحك على ضحكتهم ويتوجع من وجعه. النهاردة في نسمة صوت، حكايتنا مش عن فنان عادي، حكايتنا عن سر، عن لغز فضل عايش بينا أكتر من 60 سنة. إزاي شاب بسيط من السيدة زينب، شكله مش شكل الجام بتاع السينما، قدر يبقى أيقونة محفورة في قلب 4 أجيال ورا بعض. إيه الخلطة دي اللي خلته جزء من كل بيت في مصر؟ إيه الشفرة اللي ورا الراجل اللي بدأ كومبارس صامت وانتهى هو الزعيم اللي البلد كلها بتستنى كلمته؟ خلونا نبدأ الرحلة سوا عشان نحاول نفكها. كل حكاية كبيرة ليها بداية صغيرة، وبداية عادل إمام كانت صغيرة أوي. في الستينات، وسط وحوش تمثيل زي فريد شوقي ورشدي أباظة، كان في شاب خريج زراعة بيحاول بس ياخد فرصة يقف فيها على خشبة المسرح، أو حتى يعدي قدام الكاميرا. أدواره الأولى كانت يا دوب تلمحها بالعافية، دور بقى في مسرحية أنا وهو وهي، أو كلمتين في فيلم مراتي مدير عام. كان مجرد وش وسط زحمة وشوش، بيحاول يعمل أي حاجة مختلفة عشان حد ياخد باله منه. الحاجة المختلفة دي بدأت تبان في مسرح التلفزيون. الكوميديا بتاعته ما كانتش زي الموجودة، الكوميديا كانت بتعتمد على حركة جسمه وتعبيرات وشه الغريبة. مش مجرد إنه بيقول نكتة، كان بيرسم لنفسه شخصية أو بهوية خاصة بيه، وده كان أول خيط في الشبكة الكبيرة اللي هتتكون بعدين. السبعينات كانت هي الانفجار، مسرحية واحدة بس كانت كفيلة إنها تعمل زلزال في تاريخ الكوميديا في مصر: مدرسة المشاغبين. عادل إمام في دور بهجة الأباصيري ما كانش مجرد تلميذ فاشل، ده كانت زعيم التمرد ولسان حال جيل كامل، زي من السلطة والقوالب القديمة. نجاح المسرحية دي كان أسطوري، والأول مرة البطل بقى هو الشاب الصايع المشاغب اللي سلاحه خفة دم وقدرته إنه يتريق على أي حاجة. ده اللي أكده بعدها في شاهد ما شافش حاجة، لما ورانا إن المواطن الغلبان ممكن يلاقي نفسه فجأة في قلب مصيبة أكبر منه بكتير. العبقرية هنا إنه خلق مساحة جديدة للبطولة في مصر. بطل مش لازم يبقى بعضلات ولا بشنب ولا غني، بطل ممكن يبقى موظف بسيط أو شاب على قد حاله، بس معاه سلاح محدش يقدر عليه: إنه يعرف يضحك على الهم فيحوله لنكتة. فترة التمانينات هي اللي نقلت عادل إمام من خانة النجم الكوميدي لخانة لسان حال كل الناس. أفلامه بقت الحتة اللي المواطن المصري كان بيطلع فيها كل اللي جواه، من بهدلة في المصالح الحكومية لأحلام بسيطة في شقة وعربية، لفساد بينخر في البلد زي السوس. في الأفوكاتو هو المحامي الصغير اللي بيحاول يلاعب الحيتان الكبيرة بقوانينهم. في الهلفوت هو الصعيدي الغلبان اللي بيشوف أسود القاهرة بعينيه. في كراكون في الشارع هو الموظف الشريف اللي اترمى من بيته وقرر يسكن في الشارع هو ومراته وعياله. أفلامه ما كانتش بتدي أمل كداب، كانت بتوريك الواقع زي ما هو بمواقفه، بس بتغلفه بضحكة، ضحكة سودا تخليك قادر تستحمله. وهنا بالظبط سر ارتباط الناس بيه، حسوا إن في واحد منهم شبههم، بيتكلم زيهم، بيحلم أحلامهم المدروسة. لو التمانينات رسخت صورته كبطل للناس العادية، فالتسعينات كانت هي مرحلة دخوله في خناقة مباشرة مع السياسة. ليه الفترة دي بالتحديد عزيزي المستمع؟ لأنها كانت بداية التحالف التاريخي بينه وبين الكاتب العبقري وحيد حامد والمخرج شريف عرفة. في الفترة دي الزعيم قرر إنه يلعب في المنطقة المحرمة. فيلم الإرهاب والكباب ما كانش فيلم كوميدي، ده كان صرخة في وش دولة بحالها، صرخة ضد الروتين والبيروقراطية اللي بتقتل البني آدم. مشهد احتجازه للمجمع بقى أيقونة خالدة لرغبة كل مواطن مقهور إنه يصرخ ويقول كفاية بقى. وبعدها دخل في مواجهة وش لوش مع الإرهاب في التطرف في فيلم الإرهابي. الفيلم ده كان جريء، جريء لدرجة إنه عرضه لتهديدات حقيقية بالقتل. وبعدين فضح العلاقة القذرة بين السلطة ورجال الدين الفاسدين في التحفة الفنية طيور الظلام. في المرحلة دي الضحكة بقى ليها معنى تاني خالص، بقى وراها رسالة زي السكينة. عادل إمام هنا مبقاش مجرد ممثل، بقى مفكر بيستخدم فنه عشان يشرح مجتمعه ويحذر من اللي جاي. وهنا بالظبط استحق لقب الزعيم عن جدارة. جزء كبير عزيزي المستمع من قوة عادل إمام واستمراريته
إن كلامه في الأفلام اتحول لأمثال شعبية، جمل بنستخدمها في حياتنا اليومية عادي جدا كأنها جزء من لغتنا، بتلخص موقف كبير قوي في كلمتين تلاتة. زي مثلا بتقول لي اقف، بتقول لي اقف بعد 14 سنة خدمة في ثانوي، بتقول لي اقف. دي مش مجرد نكتة في مدرسة المشاغبين، دي صرخة كل موظف قديم بيحس بالإهانة لما يجي مدير جديد أصغر منه يتجاهل خبرته وتاريخه. ولا جملة بتاعت سيد في مسرحية الواد سيد الشغال اللي بقت شعار رسمي للتعبير عن إيماننا بإن الورق أهم من الفهم والخبرة. جملة بتلخص مأساة بلد كاملة. وجملة الحلزونة يما الحلزونة شفرة غامضة من فيلم مرجان أحمد مرجان بقت بتتقال لما تبقى قاعد في مكان ومش فاهم أي حاجة من اللي بتحصل حواليك، حاسس إن في مؤامرات وصفقات بتتعمل من ورا ظهرك. وعشان نفهم عزيزي المستمع حجم ظاهرة الزعيم دي لازم نبص بره مصر ونشوف مين اللي شبهه. أول واحد يجي في بالك على طول هو الأسطورة تشارلي تشابلن. الاتنين بنوا مجدهم على شخصية الإنسان البسيط الغلبان اللي الدنيا بتدوس عليه. تشابلن في شخصية الصعلوك كان بيحارب قسوة الرأسمالية اللي حولت الإنسان لترس في مكنة، وعادل إمام كان بيحاول قسوة البيروقراطية اللي حولت المواطن لمجرد ورقة في فيلم. الاتنين كانوا بيحاربوا الوحشية والقسوة بالضحكة، بس الزعيم بيتفوق في نقطة واحدة. تشابلن فضل تقريبا هو الصعلوك، لكن عادل إمام لبس كل شخصيات المجتمع المصري، كان المحامي والموظف والمليونير والفقير والوزير والإرهابي والشيخ والبلطجي، كان مرآة للمجتمع بكل تناقضاته. عشان كده ممكن نقول إن تشابلن العرب كبداية، بس الوصف ده صغير عليه. هو ظاهرة خاصة بمصر بتفصلها على مقاس همومها وأحلامها وتناقضاتها هي بالذات، وده سر إن محدش قدر ولا هيقدر يقلده. مع بداية الألفينات ولما شكل السينما اتغير، الزعيم أثبت تاني إنه بيعرف يقرأ الجو صح وعارف إيه اللي جاي. أخد قرار ذكي جدا إنه يركز في التلفزيون، وبكده اتحول من نجم سينما بتروح له لعادة سنوية بتجيلك لحد عندك في البيت في رمضان. في مسلسلاته زي فرقة ناجي عطا الله أو صاحب السعادة قدم شكل جديد من الزعيم، بقى هو الأب الكبير، كبير العيلة بحكمته وخبرته اللي بيلم الكل حواليه. اتحول من البطل اللي بيحارب المجتمع للأب اللي بيحمي عيلته من نفس المجتمع ده. النقلة دي ضمنت له إنه يفضل موجود ويتواصل مع جيل جديد بالكامل، جيل ممكن يكون ما شافش أفلامه القديمة. مسلسله بقى طقس من طقوس رمضان، حدث الناس بتستناه كل سنة عشان يأكد إن الزمن ممكن يعدي بس الزعيم بيفضل هو نقطة الاهتمام الأولى. وفي آخر الحكاية دي بعد ما غصنا في بحر الضحك والوجع والسياسة نرجع للسؤال الأولاني: إيه هي شفرة عادل إمام؟ الشفرة في رأينا مش مجرد موهبة فذة ولا ذكاء خارق، الشفرة هي إنه كان عنده رادار بيحس بنبض الشارع قبل ما الشارع نفسه يتكلم. هو ما كانش بيمثل، هو كان عامل زي الإسفنجة بيشرب حكايات الناس وهمومهم وأحلامهم الصغيرة وبعدين يعصر كل ده في شكل فن، الناس تشوفه فتضحك على نفسها وتبكي عليها. كان مراية صادقة قوي حتى لو كانت ساعات بتوجع. ودي كانت حكايتنا في نسمة صوت، مش عشان نكرم فنان، ده أكبر من التكريم، دي كانت محاولة عشان نفهم ظاهرة ثقافية دخلت في تكويننا كلنا، ظاهرة اسمها عادل إمام، الراجل اللي أثبت إن الفن الحقيقي مش اللي بتتفرج عليه، لأ، ده اللي بيعيش جواك، بيفضل معاك حتى بعد الستار ما بتتقفل. سلام.